صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. خرجي برا، خرجي. راهي خلينا نصور. خافت من الشمس. هيا ريحي كنا طونكي. واش بيك انت؟ سكتنا خلينا نهضروا مع الصباح. بون، السلام عليكم، صباح الخير. الفيديو هذا المربيين الارانب، على بالكم في الفتره هذه دائما تاع الربيع تجيهم واحد الموجه تاع وفيات كبيره. اللي يبقى يقاوم هو الارنب البلدي، عليها دائما ننصح الناس تربيه. خلي باش نصوروا مليح. الارانب البلديه هي اللي تقاوم ضد الحر، ضد الامراض، ضد بزاف حوايج. المهم اليوم راح نعطيك النصائح باش تجنب المشاكل تاع الموت. اول حاجه، واش بغيتي بنتك؟ هيا دخلي. اول حاجه تجنب ما ديرش كونتيتي كبيره في بلاصه. مثلا متر في 2 مترات، الا كثرت 6، ما تزيدش 4 6، باش حتى اذا صرا مشكل تاع فيروس ولا كاش حاجه كاش عدوى ما تنتقلش بيناتهم. ولا كاع الا كثرت الخسائر يموتوا هذوك 6 ولا هذوك 4 والباقي يكونوا صادقين. دائما قسم الارانب تاعك ما ديرهمش كامل في بلاصه واحده، قسمها. زيد الماكله، هاد الايامات تكون الخضوريه بزاف، الناس تجبد تحصد، يولي غير لي شاط يعطيه لهم ديريكت. من الاحسن تعطيهم الوجبه الجافه والوجبه الخضراء. الديشي ولا البقايا تاع الكوزينه من الاحسن تجنبها، يكونوا فيهم مشاكل كبيره بزاف، وهما اللي يديروا لا دياري. والقنان اذا جاتو لا دياري ماكش رايح تفيق به، سيرتو الناس اللي تربي التربيه الارضيه، لانها تجنب مشاكل الاكتظاظ، تجنب مشاكل الماكله. والماء دائما يكون نظيف. تقدر دير شرابات كيما هادو تاع الدجاج، الماء دائما يكون محفوظ، هادو يشربوا فيهم بيان. اللي يربي في ليكاج واللي يربي في الارض، حاول شوف كيفاش يبقى الماء تاعك دائما نظيف. هادو الامور الاساسيه اللي ان شاء الله رايحين يجنبوكم من المشاكل الموت في الموسم هذا. وغير يلحق الصيف صاي مشكل الموت يروح. والسلام عليكم.